معظم مشاكلنا في الحياة يا إما بتبقى علشان الناس يا إما بتبقى بسبب الناس. من الحاجات اللي بحبها في الرسول عليه الصلاة والسلام، بما إن هو أكمل وأجمل وأطهر البشر عليه الصلاة والسلام، كان متعلق وبيدي مشاعر حب حتى للجماد، كأن الجذع بيشهق عشان الرسول سابه، فالرسول نزل وحضنه عليه الصلاة والسلام. علاقة الرسول بجذع النخلة خلتني بقيت بحب الموبايل بتاعي ببوسه، مفتاح العربية ببوسها، المايك ده بحبه جدا، الإضاءة اللي بجيبها بشكرها. والله بحس ان انا ممتن لكل حاجه. يعني انا بشكر ناس ما اعرفهاش عشان عملت حاجه الناس ما اعرفهاش تانيين. لحد بيحكي لي حاجه فبقول له اشكر لي فلان عشان عمل لك كذا. الانسان كائن اجتماعي بيبني مهاراته وبيبني احلامه وبيبني طموحاته بناء على اللي بيستقبله من الناس واللي بيشوفه، والعلاقات كلها مبنيه على مشاعر محدده: الحب، الاهتمام، التقدير، الخذلان. ازاي متوقع ان الناس تحبك وتحترمك وانت ما بتحبش نفسك وما بتحترمش نفسك؟ مفيش حد هيحبك حب غير مشروط في العالم الا ابوك وامك. قليل جدا لما تلاقي حد هيبقى قلبه عليك وممكن يكون شايفك بتحلم احلام مستحيله ويقول لك ايوه انت تقدر وهتعمل ويلا ربنا يوفقك وانا معاك. العلاقات مختلفه جدا ومعقده جدا. في علاقات صحيه دي اللي احنا كلنا بندور عليها، بس لازم تسال نفسك قبل اي حاجه: هل انا فعلا شخص سوي فاقدر اقدم للي قدامي علاقه صحيه؟ في علاقات اعتماديه، اللي قدامك بيعتمد عليك، وفي علاقات استغلاليه، اللي قدامك بيستغلك، بيستغل طيبتك، بيستغل حنيتك، بيستغل ان هو يقدر يستعطفك. في ناس بترضى على نفسها انها تدخل في علاقه سامه لمجرد انها خايفه من الوحده. في فرق ما بين العزله وما بين الخلوه. العزله ان انت تبقى قاعد مكتئب وحزين وبتفكر افكار سلبيه. الخلوه ان انت تبقى قاعد بينك وبين ربنا بتفكر في افكار ايجابيه او بتراجع نفسك في حياتك وبتحاول تشوف ايه الاحسن ليك عشان تعمله. اولا قبل ما تفكر ان انت تستحق علاقه صحيه وعلاقه كويسه وان انت اللي قدامك يقدم لك كل المشاعر الحلوه اللي في الدنيا، شوف نفسك انت الاول. هل انت كانسان بتقدر تضيف حاجه للي قدامك؟ من اعظم الحاجات اللي انت ممكن تقدمها لنفسك ان انت تبقى شفاف او باطنك قريب لظاهرك. الرسول عليه الصلاه والسلام اكتر انسان عاش علاقات صحيه في العالم. انت كده تفتكر حد كان صاحبك وبعد سنتين ثلاثه سبته بعض بسبب موقف هو عمله او موقف انت عملته او سوء تفاهم. انت كمان هتشوفي واحده صاحبتك كنتوا قريبين في الجامعه، كنتوا مع بعض في كورسات مش عارف ايه، وفجاه برضه بطلتوا تتكلموا بسبب ايا كان الظروف، اتخطبت فعملت لك بلوك ايا كان. الرسول عليه الصلاه والسلام هو الوحيد في العالم ما ذكرش مره ان هو خسر حد وبطل يتكلم معاه. كنت بحاول اتكلم عن ناس تانية لكن لقيت ان مفيش اجمل من الرسول عليه الصلاه والسلام. لو عجبك اللي انا قلته اعمل لايك وشير وسبسكرايب، دعمك هيفيدنا جدا ومش هيضرك انت في اي حاجه. الحلقه دي برعايه دعوات ابويا وامي والناس الطيبين الباحثين عن الحب والعلاقات الصحيه. اشوفكم الحلقه الجايه من 5 قبل الفطار معايا احمد مجدي، وسلام عليكم.